افرق بقى بين الكاميرا والعمود ازاي؟ قال لك الكود المصري كان بسيط للغايه. قال لك انا عندي بعدين، بعد كبير وبعد صغير. ادي الحيطه اهي ولا العمود اهو ايا ما يكون. ده البعد الكبير هنسميه اكس، وده البعد الصغير هنسميه واي. قال لك هات الكبير على الصغير، لو طلع اكبر من 5 دي حيطه، اقل من 5 عمود. وان واي، سهل للغايه. الكود الامريكي والكود السعودي ما حطش ليميتس. ايه؟ ما حطش ليميتس ازاي؟ طب انا هعرف منين؟ إيه؟ قال لك الكود الامريكي بيعمل حاجه حلوه جدا 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 اسمها ديزاين هاند بوك، الاس بي. ده كتاب هبعته لكم النهارده ان شاء الله، اظن ما كانش نسخه الاكواد اللي انا بعتها لكم، ولكن ده كتاب اسمه الاس بي. ده ديزاين هاند بوك، يعني بياخد نقط من الكود او كل نقطه في الكود يحل لك عليها مساله، ويديك عليها كمان كلام اضافي. حلو قوي. طب تعالوا نخش على الاس بي بقى، بيقول ايه؟ قال لك والله انا عندي حاجه اسمها الاسبكت ريشيو. ايه الاسبكت ريشيو دي؟ النسبه ما بين الطويل والقصير. قال لك النسبه دي لو 6 فيما فوق، انا سهل قوي الضمير مرتاح اقول لك دي حيطه. فرق عن الكود المصري واحده، ده 5 ده 6، حال يمشي. قال لك لو النسبه دي لحد 2.5 فيما هو اقل، هو عمود. معلش الكينز بس ضايقني شويه. تمام. طب انا في عندي جاب واسع قوي هنا ما بين الاتنين ونص والستة، هعمل ايه؟ قال لك مالكش مخرج عشان تحدد الموضوع ده الا بند 18 7 2 1. البند بي تحديدا، البند بي بيقول ايه؟ قال لك والله لو الريشيو ما بين المره دي القصير على الكبير، قبل كده بنقول ايه؟ الكبير على القصير، المره دي القصير على الكبير، لو هتكون مش اقل من 0.4 اذا انت عمود. ناخد امثله. الكلام ده كده ما ينفعش. الكود المصري في الاول خالص، انا عندي شيء ما، حيطه او عمود، كان العرض بتاعها 300. اضرب 300 في 5، هي 300 نضربها في 5 يديك 1500. تمام؟ ال 1500 دول فيما فوق انا حيطان، اقل انا عمود، انا زي الفل كده. حلو. الكود الامريكي 300 برضو هي 300 في 6 1800. تمام؟ عظيم. لو انا 1800 فيما فوق انا حيطه، اقل انا محتار. لحد فين الاحتيار بتاعي؟ قلنا عندنا نسبه اسمها 2.5 صح؟ طب انا عايز اتاكد ان هي عمود بدري، اعمل ايه؟ هقول له والله ال 300 دي في 2.5 تديني 750. حلو قوي. يعني انا عندي دلوقتي ال 300 لو الدايركشن التاني بتاعها 750 فانا كومن، لو الدايمنشن التاني بتاعها 1800 فنور. 750 فيما هو اقل و1800 فيما هو اعلى. طب هو بقى 300 في 900 هعمل ايه؟ عظيم. هقول له 300 على 900 طلع لي كام؟ 0.3. الشرط ده قال 0.4 صح؟ صح. يبقى انا كده حيطه مش عمود.
طب 300 في 1000، 300 على 1000 بوينت 3 نسبة كمان بتروح بتبعد، انا برضو حيطة. طب قلت 300 في 800، 300 على 800 لسه برضو. فده المخرج الوحيد اللي يظبط لي القصة دي، من 2.5 ل6، يحكم ان انا حيطة ولا عمود. طب التأثير ده ايه على المبنى ككتلة مبنى كله؟ قال لك احنا دلوقتي شغالين كستراكشر انجينيرز، احنا اسمنا مهندسين زلازل. اهم حاجه عندنا بتحركنا الزلزال رايح فين. فلو انا عندي مبنى ما فيهوش حوائط، مومنت ريزيستنج فريم، وحصل له فورس زلزال، بص شكل التشوه اللي بيحصل فيه. لو هتلاحظ هتلاقي ان انت من بدايه المبنى تقريبا ده كده جراوند فلور، عندك انحراف بيحصل كبير تقريبا لحد نص العمود، وبعدين انحراف اكبر ولكن النسبه بتاعته بتقل. يعني بص الزاويه هنا، يعني قيس الزاويه دي كده، قيس الزاويه دي كده، هتلاقي الزاويه دي اقل. صحيح القيمه هنا اعلى من القيمه هنا، بس تحس ان المبنى بيلم نفسه، يعني تحت عمل زاويه كبيره، فوق الزاويه بتاعته دي تكبر كمان. ليه؟ يعني هنقول الزاويه مع الافق، متخيلين كلامي؟ الزاويه مع الافق هي زاويه كبيره مش صغيره، بس كمان هتكبر كمان. فلما بتكبر تحس ان نسبه الدريفت او التشوه الجانبي اللي بيحصل بتقل كانه اتشد. في حين ان انت لو عندك مبنى شير وول، لا، هو ماسك نفسه تقريبا ما فيش تشوه بيحصل لحد النص. بعد النص تلاقي الانحراف بدأ يكون كبير قوي. خد بالك هنا مفيش دريفت تقريبا، دريفت قليل، هنا دريفت كبير، هنا الدريفت كبر، هنا برضو ستيل القيمة كبيرة ولكن شد لورا، تحس كأنه اتفرمل مش ماشي بنفس العلاقة. يبقى أنا لما أجمع الاتنين دول على بعض يديني أحسن شكل تشوه ممكن. إن أنا الشير وول هتبقى شايلة من تحت واطلع فوق لما الشير وول دي تضعف. خد بالك الشير وول لما شالت من تحت التشوه الكبير ده ما بقاش كبير، بس ده في الاخر هو مبنى واحد، ما ينفعش الحيطه تروح في اتجاه والعمدان تروح في اتجاه تاني، كله شغال 1 يونت، كتله واحده او وحده واحده. يبقى انا دلوقتي هنا لما اجي اشتغل بالسيستم اللي فيه وول مع مومنت ريزيستنج فريم، هبقى متوقع ان تحت الشير وول هي اللي ماسكه الدنيا، فما خلتش قيمة الانحراف بتاعة الفريم تزيد، خلتها قيمة قليلة. هطلع فوق الشير وول بقى تبقى ضعيفة. المومنت فريم لا، هو بيفرمل من فوق، فبيديك الكابلد فريم وول بيلدنج. ده أحسن سيستم ممكن تشتغل بيه في المباني العالية. وخد بالك عشان دي نقطة بنغفل عنها كتير. ازاي؟ إن أنا يكون عندي فيلا دورين، بسم الله شير وول لدورين، انت محتاج تحط شير وول هنا فعلا. فدي نقطة تفرق معاك. ليه؟ لأن يا صديقي الشير وول مش دايما كويسة، هي تبدو بالنسبة لنا لحد فكرة الكابلد فريم أو الكابلد بيلدينج حاجة ممتازة وفي صالحنا وجميلة جدا، لكن ده في المباني العالية. بس هي ليها برضه أضرار لا يجب إن احنا نغفل عنها. إيه أضرارها اللي ممكن تحصل لنا؟ تعالى أوريك. أول حاجة قيمة سلايد، بس ثانية واحدة. قيمة التسليح للشير وول تكون كبيرة، بمعنى إن أنت لما تيجي تحط لي شير وول
2 متر طولها في 30 سم مثلا، او 2 متر ونص في 30 سم. خد بالك ان انت حتى لو هي ما شالتش والبرنامج قال لك ان هي شايله نسبه صغيره جدا، لازم على الاقل تحط فيها سيخ فاي 12 كل 200 مللي. ده حديد كتير قوي، وده حديد البراندات اللي هو الحديد العرضي ده، فده حديد كتير. لو انت مش محتاج له ما تحطوش. دي كده اول نقطه. تاني نقطه، خد بالك من نقطه مهمه. عندك مفهومين في الزلازل في غايه الاهميه. حاجه اسمها السنتر اوف ماس، وحاجه اسمها السنتر اوف ريجيديتي. ايه السنتر اوف ماس ده؟ مركز الثقل. بمعنى ايه؟ بمعنى، عارف الميزان اللي كنا بنلعب بيه زمان واحنا صغيرين؟ وتبقى لعبه كده اسمها الميزان، وطفل يقعد هنا وطفل يقعد هنا، صح؟ الميزان ده كان بيتحرك طبقا لايه؟ ان انا بزود وزني هنا او بدوس كده بجسمي بشكل اعنف شويه، فالتقل بيبقى هنا اكتر، فبتلاقي ان الكفه دي مالت معايا هنا كده، صح؟ لو الوزنين قد بعض بالظبط ودي مكانها مظبوط بالظبط، هنفضل احنا الاتنين متعلقين في الهواء، لا هو هينزل ولا انا هنزل. زي الميزان اللي بنوزن بيه اللي هو الميزان بتاع الفكهانيه ده، نفس الموضوع، ان الكفتين قد بعض فهتلاقي ان الوزن ثابت ما بيتحركش. مظبوط؟ مظبوط. ده السنتر اوف ماس، مركز الثقل. ده اللي اي فورس لاترال تتركز عنده. زلازل بقى، رياح، اي حاجه، الرياح ليها طبيعيه تفصيله كده هنتكلم عليها، لكن حاليا مشيها لي ان هي تتركز في سنتر اوف ماس. تمام؟ فانا عندي الفورس بتاعتي متركزه في سنتر اوف ماس. امال ايه السنتر اوف ريجيديتي ده؟ ده مركز الممانعه او المقاومه. هو مين اللي بيقاوم الزلازل دي؟ ما انا عندي كوره شطها بتطير، المبنى كوره الزلزال بيشوطها، ليه ما بيطيرش؟ عشان في عمدان، في شرور ممسوكوا الارض. يبقى دول اللي بيعملوا الممانعه، صح؟ طب احنا رحنا الجيم مع بعض، واحد فينا كان قوي جدا والثلاثه التانيين ضعاف، وجه واحد زميلنا رابع اغمى عليه في الجيم برضه، جايين نشيله. هل انا هشيل زي زميلنا القوي ده؟ لا، في واحد اقوى وواحد اضعف، فبالتالي الاقوى المركز هيقرب منه لان هو هيشيل اكتر. فده كده السنتر اوف ريجيديتي او الممانعه او الجثاء، يعني لو عايز ترجمه مظبوط مركز الجثاء. تمام؟ الفكره ان كل ما المسافه ما بين السنتر اوف ماس والسنتر اوف ريجيديتي زادت، المبنى هيبقى عايز يلف. ليه؟ كانك انت جبت سبورت بالشكل ده، طبعا دي كانت انستيبل يعني بس هو للشرح، وحطيت له حمل كده، خلينا نجيبها سبورت كده بس لو صح، وحطيت له حمل كده. كل ما طول الكنتليفر ده او الكابولي ده هيزيد، كل ما العزم هنا يبقى اعلى، لان هو عايز يلف قوه في ذراع عزم. نفس الموضوع، ده سبورت وده الحمل. كل ما المسافه تزيد ما بين السبورت وبين الحمل هيتركز عندي مومنت اعلى، بس المومنت ده ان بلان، انا شايفه على حدود الورقه في البلان، انا فاتح بلان كده فشايفه ده مومنت موجود. ما يبقاش اسمه مومنت، يبقى اسمه ايه؟ تورشن، عصر. فاكر لما قلت لك السيشن اللي فات ان ممكن المبنى نفسه يحصل له عصر؟ العصر ده بيزود بالنسبه لي الفورس بتاعت الزلزال. ليه؟ لان هو بيتحلل از شير، بيتحلل كده 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 كده، طبعا في عكس اتجاه. فكأن كده في عندي قوة إضافية اتضافت على قوة الزلزال كمان.
فاهمني؟ فبالتالي فكره ان انا احط شير وول، الشير وول هي الاقوى. فاحنا بنقول ان الدايمنشن بتاعتها 6 و5، فهي اكيد اقوى من اي عمود. وخد بالك ان هي حته واحده. يعني ايه؟ يعني اجمالي العمدان كانرشيا ممكن يكون اكبر من الكور، ولكن الكور متمركز في منطقه واحده، لكن العمدان متفرقه. فكره انت تحط كور او شير وول ده ممكن يعمل لك الاكسنترستي اللي هي المسافه دي بشكل كبير، فيديك تورشن مش قليل. كمان حاجه قلناها من شويه لما قلنا ان احنا عندنا شكل المومنت اللي هينتج عن الشير وول هيبقى عامل كده. ده بيديك تركيز رهيب للمومنت في المنطقه دي تحت الفاونديشن. فتبص تلاقي المنطقه دي الاستريسز اللي تحتها انسيف ومحتاج تكبر الخرسانه. تلاقي المومنت اللي جالك على الرافت او على الفاونديشن ضخم جدا.